حرفيا انت لو اتعودت تعمل كده كل يوم انت مش هتسيب صلاة تاني. في كتاب اسمه فاتتني الصلاة، قرأت فيه معلومات كتير بتحس على الصلاة وحاجات لو عملتها هتصلي بكل سهولة وتنقلك من شخص مش قادر يقوم يصلي لحد مواظب على الصلاة بتاعته. بس اكتر تمرين لفت انتباهي وهو اسمه افصل دماغك. الفكرة في التمرين ده ان اول ما تسمع صوت الاذان تسيب كل اللي في ايدك فورا، افصل دماغك وتحرك ناحية الوضوء بسرعة. اوعى تدي لعقلك فرصة يفكر ساعتها. وده ليه؟ لان عقلنا دايما بيحب التسويف والتأجيل واختراع الحجج. بيحس انه لما بيعمل نشاط هو مش متعود عليه بيحس بعدم راحة. وطبعا انت كشخص ما بتصليش فانت مش متعود على الصلاة، فحاجة زي كده بتكون صعبة على مخك ان هو يتقبلها بسهولة. بتذاكر، سيب القلم فورا وقوم اتوضى وصلي. بتلعب، سيب الموبايل فورا وقوم اتوضى وصلي. افصل دماغك، ما تديهاش فرصة تفكر. صدقني لو فكرت عقلك هيفضل يطلع لك في حجج واعذار فارغه تضيع منك الصلاه. اصل هذاكر بس الفصل ده وهقوم اصلي، اصل هكلم بس صاحبي وهقوم اصلي، اصل هعمل بس مش عارف ايه وهقوم اصلي. وبتحس بالاحباط وكل يوم بتاجل الصلاه لليوم اللي بعده على اساس انك ضامن عمرك. مين عارف الوقت ده يرجع عليك تاني او لا. وبس كده. فولو لو عايز تشوفني تاني.